7 7 وش ذا؟ 7 معناته الاتحاد ايش نهض؟ الاتحاد نهض، الاتحاد استعاد حياته، الاستعاد مين الاستعاد؟ الاتحاد رجع. تعال يا هلالي تعال، باذن الله ان يوم 21 سبتمبر هو يوم دفن الهلال. صار لي سنه في السوشيال ميديا ما بنزل عليكم، المره هذه ديابي موجود، ديابي شوز اسود يركض، غزال اسمر، بيرجوين، كريم بنزيما، كانتي، امورنا طيبه. تعال 7 الوحده، راح يشعر بالوحده، الوحده بيدخل في الوحده، خلاص ما عاد بينكتم نفسيا معنويا. قسيت عليه الاتحاد، قسيت 7. يا جماعة وأنا أجري أبى ألحق رحلتي للقصيم الحين، جاء الهدف السابع الحمد لله. ألف مبروك، فاز الاتحاد، فاز مستحق. أنا صوتي راح، صوتي حرفيا راح. مبروك مبروك مبروك، صدارة بس بعد فوز الاتحاد بسباعية على نادي الوحدة. عشان كذا أنا أقول لكم في الغربية ما في إلا اتحاد، وكذا أقول لك يا هلالي تعال، أنا أبغاك في سالفة إن شاء الله المباراة القادمة، إن ما أعريك ولا ما أكون أنا. 7 يا رجال يا ولد، 7 هاتريك بنزيما، 4 اسيست ديابي، اسيستين بريغواين، هدف الشيري، هدف عوار. مين لعب في الاعدادات؟ مين لعب في اعدادات الاتحاد؟ هذا الاتحاد لا يمثلني. فين الاتحاد رفعت الضغط ودقيقة 87 والوحدة بتقدم 1-0 والجمهور قالب على ام الفريق؟ ايش في يا رجال؟ ايش والله العظيم يا عيال اللي صار اليوم انا ما شفته كذا قبل كذا. يا اخي دائما كرة القدم فيها اخذ وعطاء. اليوم 90 دقيقة اخذ عطاء ما في، كلها 90 دقيقة الاتحاد. الوحدة قاعد يكلم الحكم بين الشوطين، يمدي تسوي محاكاة للمباراة، قال لهم ما يمدي، لازم تلعبوا. مبروكين يا رجال، مبروكين والله، صلاة على النبي ما شاء الله. والله يا جماعة الخير مو مصدق، اقسم بالله مو مصدق انه هذا الاتحاد. اتابع المباراة وانا شايف الفرق بين الموسم اللي راح وهذا الموسم، فرق كبير، فرق. انا مبسوط والله. لو 1-0 انتهت فرق. شوف اللعب كيف، شوف اللعب، شوف الفريق كيف قاعد يلعب. خذ وهات وافتح، معك اجنحات فوق سبرنتات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحميك، الله يحميك، الله لا يضرك، الله لا يضرك، الله لا يضرك. قوي والله، قوي بشكل لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا جماعة الخير 4 اسيستات في مباراة واحدة، ما شاء الله تبارك الله. يا عيال والله قوة، فريقنا قوي. وهاتريك من الحكومة، من الحكومة اللي كنا نسفل فيها الموسم اللي راح، بس هذا الموسم ما فيها. والله شكرا وربي شكرا. فزتي في افضل مكان تتابع فيه مبارياتك، يقطع معك فلوسك ترجع لك، الرابط في البايو. ان شاء الله ما يكون استهلكنا جميع الاهداف، يعني انتم خلصتوا كل الاهداف، جبتوا كل الاهداف. المباراة الجاية نبغى بقوا المباراة الجاية، بقوا. ايوه تقول لي انا لا اخشى الاتحاد، الحين كيف تخشى ولا ما تخشى؟ قول لي تخشى ولا ما تخشى؟ شوفوا كحل عيونك، شوفوا كحل عيونك. صعب عليك والله، صعب عليك، صعب عليك اللي تحاول تقلدني. طبعا ما اقصد جاري لانه جاري بدري عليه يلعب في ذا الملعب. ويو يا عيال انا مبسوط لانه اخر مباراة حضرت الجوهرة بهذا الكاب لقمنا 5-0 من الاتفاق. حسنت سمعة الكاب، هذا المهم. اول مباراة البرجوين واسيستين يا عمي، اول دقيقتين سوالك اسيست. يا غزال يا غزال موسى، عشان تكحل عيونك بجمال المدرج مالك الا فاز تي في، ضمان ذهبي ضد التقطيع، يقطع معك فلوسك ترجع لك، الرابط في البايو. شفت كيف لما يكون عندك اجنحه في الفريق حلول، ومو اي اجنحه، ورا تضغط معاك، قدام تصنع لك حلول. شكرا يا شيخ. والله حتى بنزيما يلعب وهو مرتاح، يدوف باص يفتح يروح هو. يا اخي هذا اللعب، هذا اللعب. بس ان شاء الله يوم السبت يجملوا، انه هذا اللي بتبين مباراة السبت. هاتوا الهلالي، هاتوا. الله على جمال المنظر، الله على 60,000 مشجع حاضر في مباراة الاتحاد. انت اليوم يا اخي، انا بعض الاعلاميين يقهروني الصراحة، دائما لما ما يكون الموضوع في مصلحة الهلال يبدأ يقلبوا حتى الحضور الجماهيري. لا، هي جماهير جدة مختلفة، مو من جماهير جدة، هذا جمهور الاتحاد دائما مختلف. صحيح الاهلي له قاعدة وفي جدة يحضر يعبي، لكن في المناطق الثانية مو زي الاتحاد. الاتحاد في الرياض فل، تروح المجمعة فل، تروح القصيم فل، كل ملعب الاتحاد يعبي، جنوب شمال شرق غرب في المملكة فل. انا متأكد لو عملوا احصائية
حتلاقي في المباراة يمكن ناس، مو يمكن اكيد ناس من مكة، ناس من الطائف، ناس من المدينة، وتحضروا بانتظام، انه علاقة الاتحاد بجمهوره علاقة عشق. مو فريق حاضر لي 8000 مشجع. مبروك مع السباعية ان شاء. مبروك. شكرا. ألف 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 مبروك على هذه النتيجة، من الحارس إلى المهاجم والاحتياط. شكرا لكم. مباراة حلوة اليوم، استمتعنا بأهداف جميلة وتكتيك عالي العال، وإن شاء الله قدام حيكون أفضل من كده. المباراة اليوم كلها موسى ديابي، أي نعم إن هو ما جاب أي هدف اليوم، بس صنع 4 أهداف. يا جماعة الخير، قلنا لكم اللاعب ده حيسوي بلاوي في دوري روشن، يلي كنتوا تصقعوا انتظرونا. ما حنقول هاتوا، حنقول انتظرونا. جايينكم. تبغوا في الرياض، تبغوا في جدة، جايين. ألف مبروك جماهير نادي الاتحاد، لا نبالغ بالفوز. المباراة الجاية ضد نادي الهلال بطل الدوري، الفريق اللي حقق الثلاثية الموسم الماضي، عنده استقرار. انت دحين صفوفك اكتملت وشفنا شكل الفريق ما شاء الله تبارك الله. اليوم الفريق 10 على 10. اشكر اول حاجة حسام عوار، ادى لمحة بعد الدقيقة 15، خلال الدقيقة اول 15 دقيقة من المباراة. في عيب انا كنت اتكلم عنه، انه حسام عوار لما يستلم الكوره وظهره لمرمى الخصم الكوره تنقطع منه بشكل مره سهل. بعد ال 15 دقيقه وبعد الغلط هذه صحح اغلاطه، وما شاء الله ادى حاجات بسيطه، لمسات حلوه، مع انه واضح انه ما زال اللاعب يعاني من مشاكل بدنيه. لا نبالغ بالفرحه. الجوله الثالثه، الجوله الرابعه، المباراه الجايه ضد نادي الهلال في الرياض على ملعب الملز، فمباراه صعبه جدا. انا العيب الوحيد اللي ما زلت اتكلم فيه عن لوران بلان، المساحات اللي بين المحاور قلوب الدفاع. الحاجه هذه شفناها اليوم في الشوط الاول. جودوين ويحيى النجع كانوا يلعبوا خلف كانتي وفابينيو، كانوا يستلموا باريحيه تامه. يعني لو كانت عندهم الجرأه زي سافيتش، مالكم سالم، ميترو، نوفيز، الناس هذول اللي يلعبوا في العمق في المساحات الضيقه ومميزين في المساحات الضيقه، انت راح تعاني فيها، راح تعاني بالعيب هذا اللي موجود عندك. لكن الشوط الثاني واضح انه لوران بلا ادى توصيات لحسام عوار انه يضم ويقصر المسافه بينه وبين فابينيو وكانتي عشان يديهم اريحيه انهم يتراجعوا ويقربوا من خط الدفاع وما تكون في مساحات خلفهم. الفريق اليوم 10 على 10 ما شاء الله تبارك الله. حامد الغامدي شكرا على الباص. الفريق ككل ما شاء الله تبارك الله 10 على 10. الف مبروك جمهور نادي الاتحاد، لا نبالغ بالفرحه. والمباراه الجايه ضد نادي الهلال يوم السبت. بالعلامة الكاملة الاتحاد 9 نقاط. الاتحاد يكتسح الوحدة ب7 أهداف كاملة، 7 أهداف بالتمام والكمال بيجيبهم فريق الاتحاد، بياخد النقطة 9 في الدوري من 3 مباريات. أداء كبير أمام الوحدة، أداء رائع جدا، بيطمن الجمهور. اتكلمنا الاتحاد بدأ مش أحسن حاجة، رغم إنه كان بيكسب في الأمتار الأخيرة حسام عوار، ولكن النهاردة بيريح جمهوره، بيعمل مكسب كبير. عندهم مباراة قوية جدا يوم 21 القادم امام الهلال، الاثنين في الصداره ب9 نقاط. مباراه قويه جدا. هاتريك كريم بنزيما، هدف لحسام عوار، بيتالق بيستمر في التسجيل. كريم بنزيما بيجيب هاتريك النهارده، وده اول هاتريك ليه هذا الموسم، وتاني هاتريك ليه مع الاتحاد. نواف السجور بيجيب هدف، وصالح الشهري بيجيب هدف كمان، عشان تبقى 7 أهداف بالتمام والكمال لصالح الاتحاد. مباراه كبيره، مباراه بتطمن جمهور الاتحاد زي ما قلت لكم. مباراه قادمه امام الهلال، مباراه صعبه، مباراه مش سهله. رولان بلاند هيحضر لها كويس، بروفا قويه النهارده، 7 أهداف. جمهور الاتحاد يقول لك كنا كسبنا النهارده 3 وفرنا 4 أهداف في الماتش اللي جاي. ماتشات صعبه وماتشات قويه جدا. خلينا نشوف اللي هيحصل المباراه القادمه ايه. مباراه زي ما بقول لكم العيار الثقيل، الاثنين عندهم 9 نقاط والاثنين في صداره ترتيب الجدول. خلينا نشوف الامور هيحصل فيها ايه ما بين الكبير الهلال والكبير الاتحاد.